السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. وحشتوني والله، هذه الفترة ما نزلتش بفيديوهات. طبعا احنا شايفين الظروف اللي بتمر بها المنطقة العربية من أزمات طبعا. دول الخليج ربنا يعافينا وإياكم يا رب. ومصر طبعا المشاكل الاقتصادية اللي منتشرة بطريقة ملهاش مثيل، والأزمات النفسية اللي بيمر بها الشعب المصري بالذات، يعني الشعب المصري بالذات. يعني أقسم بالله أسوأ عيد وأسوأ فترة مرت على الشعب المصري، وأنا من ضمنهم طبعا. يعني أنا أعتبر كأني، يعني مش كأني، فعلا كنت بمر بفترة اكتئاب من كتر المشاكل اللي حوالينا والأزمات المادية والنفسية والاجتماعية. حاجة غريبة بتحصل في البلد. يعني البلد دي والله لو معمول لها سحر فعلا ما كانش هتبقى زي اللي حصل الأيام دي. حاجة غريبة، كل بيت تلاقي فيه مشكلة، مع اختلاف المشاكل طبعا. مشاكل مادية، مشاكل نفسية، مشاكل اجتماعية، الولاد، الطلاق، الجواز، اللي معرفش، المخدرات، بشكل غريب. حتى الجرائم كترت، يعني الجرائم كترت. يعني يمكن أقول المرة الألف خلال شهر في محافظة المنوفية جرائم واغتصاب ومحارم وقتل، وبشكل يومي حوادث وفواجع. يعني حوادث ما حدش كان بيسمع عنها، يعني ما حدش كان بيسمع عن الحوادث دي قبل كده. يعني الاغتصاب ده اهو. يعني انا في فتره شبابي او فتره صغري، يعني في السن، كان سمعنا عن حادثه هزت الصعيد كله، ان في اب اغتصب بنته، وكان معرفش كان شيخ، وفي الاخر اكتشف ان هو جزء امها، مش ابوها. فالناس كانت هتتجنن، حتى ضباط الشرطه كانوا ماسكين الراجل ده من دجنه بيبهدلوه. يعني كانت حاجه غريبه، اول مره نسمع عن حاجه زي كده. الوقت انتشرت كل يوم والتاني، العم، الخال، الاخ، الاب. فيعني اخر حادثه اللي هي بتاعت الطفله اللي عندها 3 سنين دي، يعني حاجه يعني فوق يعني جريمه تهز العقل، وتهز البدن، وتهز النفس. يعني طفله فيها ايه؟ الطفله ب3 سنين دي يطمع فيها ان الجد والاب، اي نعم طلعوا قالوا التحليل دي ان هم مش ولا ابوها ولا جدها وخاطفينها، وقصه كده وروايه طويله. الافظع لسه سامعين النهارده بقى الاحداث برضه في محافظه برضه المنوفيه برضه تاني، وفي القريه اللي الناس كنا زمان بنقول القرى ده احسن ناس، ولما الواحد يتجوز من القرى، ناس عندهم اخلاق. وطبعا احنا مش بنعم، اكيد في ناس عندها اخلاق ومحترمين، بس غريبه بشكل يومي. بسمع عن حادثه في المنوفيه غريبه الشكل يعني. احدث الحوادث، عم شاب 27 سنه اغتصب ولاد اخوه الاتنين، بنت 11 سنه وبنت 14 سنه. طيب، تعال نفصص الحادثه دي. اولا، شاب في القرى يوصل لسن 27 سنه، معناها حاجه من اتنين: يا ماديا مش متجوز، يعني غالبا مش متجوز، وماديا ما عرفش يتجوز لغايه 27 سنه، وده ما بيحصلش في المنوفيه بالذات، بما اني قاطنه في محافظه المنوفيه او بجوار محافظه المنوفيه. فده ما بيحصلش، لانه ما شاء الله يعني الناس مرزقه وناس عمليين. يعني فبتلاقي العيل عنده 18 سنه وعنده استعداد يتجوز ويفتح بيت. يعني حتى لو حصل تاخير بيبقى متعمد التاخير، لا انا من دلوقتي مثلا مش عايز اورط نفسي في اقساط او كده. بس لكن كسن وكماديات بيبقوا مستعدين ما شاء الله عليهم يعني. الناحيه التانيه، او يكون الولد ده مدمن. طيب، في كلا الحالات احنا زمان في الجيل، طبعا انا ما بجس الجيل ده على الجيل ده مع اختلاف طبعا المصايب والفتن اللي احنا بنشوفها الايام دي. زمان على ايامنا كانوا يقولوا مثلا ما تعديش جنب شقه ده فيها واحد عازب، يعني ما معهوش زوجه. يعني ممكن الشيطان يسرح بيه، ممكن يتعدى على ولد او بنت او اي حد. كانوا يحذرونا كده، واحنا كنا فاهمين سبحان الله متقبلين، وربنا كان هادينا بنسمع كلام اهالينا يعني. سواء من ناحيه الولد ده اعزب لاي ظروف ماديه بقى او غيرها، ما ينفعش ان انا اامن على بناتي. هتقول عمهم ما فيش القصص دي، دلوقتي ما فيش القصص دي. يعني احنا زمان كان احرى بينا احنا ان احنا نأتمن، اهالينا يأتمنونا على الجار وعلى الخال وعلى العم، اللي ما كانش فيه الجرائم، اللي ما كانش منتشره، ما كانش فيه الفتن والمصائب اللي حاصله دي. يبقى احرى بالجيل ده اهو. الحم والموت الانسان اللي بيدخل بيتك وانت مؤتمن، الجد، العم، الخال، الاب، وصلت للاب. اللي كانوا زمان في الصعيد يقولوا ان ده لما الاب والاخ بيصلخ، او البنت لو اعوذ بالله لو مشت في عملت خطيئه او مشت في مشي بطال، هم اللي بيذبحوا، هم اللي بيصلخوا. او هم من الناحيه التانيه الناس الراقيه والناس المثقفه يقول لك لا، دي هم مصدر الامان. يعني اما مصدر امان او مصدر انتقام. يبقى دلوقتي احنا اصبحنا في زمن فتن، ان مصدر الامان اصبح هو مصدر الاجرام، مصدر الخوف، مصدر الرعب. طيب الام والاب ازاي الطفلتين في السن ده؟ احنا كنا
بنتجوز واحنا سننا كبير في العشرينات، وفي ناس يعني داخلين على التلاتينات، والواحدة لما بتبقى حامل بيبقى في أعراض حمل باينة عليها، ترجيع، دوخة، ونقعد فترة طويلة 5 6 شهور يعني لما نبدأ جسمنا يتأقلم مع تغيير الهرمونات اللي في جسمنا دي. ازاي طفلتين بالسن ده اهو والأم ما تلاحظش؟ واحدة حامل 7 شهور وواحدة 5 شهور، ازاي ما تلاحظش الأم؟ ازاي ما بانش حتى بطنها ان هي كبيرة؟ ما بانش البنت دايخة؟ البنت ما رجعتش. دي النتيجة. طب اللي جاب لي النتيجة، لو العم ده بياخد مخدرات، ازاي اسيب برضو اتمن ان انا لو واحد بياخد مخدرات، ده نفترض ان هو مش عاجل، ولو ان شكله عاجل كونه يخطط يدي البنت التانية عشان هددته، وجات اقول لابويا وامي لما شافته بيعمل مع اختها الكبيره وراحت هددته فاداها منوم، معناه انه كان انسان في وعي، ومش ده احنا بنفترض ان يكون واخد مخدرات. طب انت يا ام ويا اب ازاي تأتمن برضو شاب واعزب اتمنه واسيب بناتي معاه؟ قلنا يا جماعه اللي ظروفها غصب عنها مضطره تنزل شغل، تاخد عيله في ايديها، واصحاب الشغل مش هيمنعوا ولا حاجه، معلش اسيبها مع واحده ست؟ وبرضه مفيش امان، وسمعنا برضه ان ستات برضه اغتصبوا الاطفال، مفيش امان لاي حد، ما سيبهاش مع ابوها، ما سيبهاش مع اخوها، ما سيبهاش مع عمها، مفيش الكلام ده دلوقتي في الزمن ده اهو. نفترض ان ظروف بس ده بيت عيله، يعني بيقول ده بيت عيله، يعني معناه ان الاب والام موجودين مع بعض مش منفصلين. انا معاكي ماشي، كان زمان الاب والاخ والكلام ده كله، لكن دلوقتي مفيش القصص دي، مفيش القصص دي. انا اامن يا جماعه، ما امنش ما ادخلش ابن عمي وابن خالي وابن خالتي واسيب البنات يهزروا ويتجاوزوا فحتى اخوها في الرضاعه، ما اعرفش فلان ده اصل اخويا في الرضاعه، واقعد قدامه بشعر مكشوفه، واقعد قدامه بنص كم، اصل ده اخويا في الرضاعه زي لا يا جماعه، في فتن. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني فرقوا بينهم في المضاجع، اللي هم الاخ واخته، او الاخ واخوه الولد برضو، لو كملوا 8 سنين يفصلوا، معناه ان ممكن يحصل فتنه في سن طفوله، ممكن يحصل فتنه وفي اعتداء من واحد على التاني. يعني الدين نفسه قال لنا افصلوا بينهم، ما بال بقى ابن عمي وابن خالتي وابن اخويا يقول لا ده اخويا مفيش حاجه اسمها الكلام ده يا جماعه دلوقتي. يعني ناخد حذرنا، وربنا يا رب يكفينا شر الفتن يا رب، ما ظهر منها وما بطن. وانا مش عارفه والله، انا متألمه للبنت الاخرانيه دهيات، البنت اللي عندها 3 سنين بالذات دي، اللي عندها 3 سنين دي يعني انا يعني خيالي ما لا يسرح مدى الالم ومدى الوحشيه اللي شافتها الطفله يا قلب امها دي يعني. يعني انا اصلا عندي حفيده 2 سنين ونص، وعندي حفيده 7 سنين و8 سنين، بتخيل يعني، اعوذ بالله يا رب يعافينا يا رب، واسترها علينا وعلى اولادنا وعلى احفادنا يا رب. الواحد مش متخيل يعني ازاي حاجه تحصل في طفله زي كده يعني ده شغل يعني فاق الحيوانات يعني، سبحان الله يعني. والجماد يعني الحجر بيلين، يعني الحجر بيلين، والحيوان ساعات بيبقى عنده عاطفه بتغلبه، يعني حتى لو مش طفلها ممكن حيوان يتعاطف مع انسان، حيوان يتعاطف مع حيوان تاني مش ابنه او بنته. والله انا كان عندي فتره كده، كان عندي كتاكيت صغيره كده مربيه، قلت تجربه كده اول مره اعملها يعني. وبعدين الكتاكيت دي كانت ايام الشوطه والكلام ده كله، والمزارع لما كانوا بيرموا الكتاكيت، فكان عندي بتاع 20 كتكوت كده، المهم ماتوا، ما فضلش غير كتكوت واحد بس، لقيته عاش، فانا بهزر يعني، ورحت كان عندي قطه كده والده، اقسم بالله حطيت الكتكوت معاهم كده على سبيل الهزار مش اكتر، يعني بفرج حفيدتي وكده، يعني اتفاجئت ان القطه بتحنو على الكتكوت ومخليه، وقعدوا واستكنوا كانه ابنها، كانه قطه من القطط الصغيره. الحيوان عنده قلب يرج. واحنا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الشعب المصري؟ وايه اللي حصل في الناس في الارياف اللي كانت مثال للشرف والكرامه والشهامه؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ يا رب ارحم، والله الواحد من كتر ما بيسمع بحزن. يعني انا منقطعه دي داخله على اكتر من شهر اهو، ان انا ما نزلتش فيديوهات من كتر اللي حاصل حواليا، امال اتابع الاخبار والجرف اللي حاصل هنا وهنا وهنا، ومع ده مع وده مع وضد يقول لك لا الدول العربيه احنا مع الدول العربيه، ويقول لك لا انا مع ايران، والمصايب اللي حاصله في البلد، الغم اللي حصل، والله من الواحد يطلع من مشكله يدخل في مشكله، يطلع من مشكله بشكل كانه مرتب ومتعمد، كان فعلا في سحر وفي لعنه حلت على مصر وعلى المصريين، في لعنه حلت على مصر والمصريين. هل احنا ذنوبنا؟ طب ما احنا طول عمرنا ما الذنوب دي موجوده من ايام سيدنا ادم وابناء سيدنا ادم، وهي موجوده على الارض. يعني مهما تكون فاقت ذنوبنا، هل ده يكون مصيرنا؟ وشكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.